حدائق المنارة هي شاهد على عبقرية الإنسان المغربي، فهذا الحوض البهيج الذي يعود للقرن 12 ميلادي كان هو شريان الحياة في حاضرة مراكش، حيث تخزن مياه جبال الأطلس الراسيات ليعاد تدويرها لسقي حدائق المدينة الحمراء. سكينة هذا المكان الزاخر بالحياة تجعل منه الفضاء الأرحب لتجمع سكان مراكش وزوارها من مختلف دول العالم. ولهذا اخترنا في المملكة المغربية أن يكون شعار الدورة 93 للجمعية العامة للأنتربول بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 نوفمبر 2025 هو حدائق المنارة، كدرة للعقد تحيط بها سعائف النخل الباسقات والزليج المزركش، وتتوسطها نجمة بلادنا الخفاقة في ضياء الخلود. في المغرب سوف تكتشفون أكثر من 1000 منظر طبيعي تتعايش فيه الصحراء والبحر، الجبال والواحات المغطاة بالثلوج، والقصبات القديمة، ومراكز المدن الحديثة. فلا غرابة في أن يشكل المغرب قبلة آمنة لأكثر من 15 مليون سائح يجذبهم فن العيش وكرم الضيافة وتنوع الثقافات والوعد الآمن بتجارب لا تنسى. في المغرب سيلتقي الزائر بشعب متنوع يحمل في ثناياه ثراء تاريخ وثقافة تعود إلى آلاف السنين، وستكتشفون شباباً مبدعين تدربوا في مدارس وجامعات رائدة ويتطلعون إلى مستقبل واعد بثقة راسخة. يتمتع المغرب أيضاً بأحد أكثر الاقتصاديات دينامية في القارة الأفريقية، فهو المصدر الأول للفوسفات في العالم والذي يشكل أحد مرتكزات الأمن الغذائي العالمي. يتوفر كذلك على البوراق القطار فائق السرعة الوحيد في أفريقيا، وميناء طنجة المتوسط المرفأ البحري الأول للحاويات في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وينضاف إلى كل هذه المؤهلات الإثارة والشغف المرتبطان بتحضيرات المغرب لاحتضان كأس إفريقيا لسنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030. ولئن كان المغرب يرنو إلى المستقبل بخطى ثابتة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تنهض بدور كبير في ذلك، فهي الجهاز المؤتمن على أمن المواطنين والوافدين من مختلف الجنسيات، وهي الحريصة على توفير الأجواء الآمنة ومواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المعلوماتية وكل التهديدات المحدقة بأمن الأشخاص والممتلكات. والمغرب البلد العضو والنشيط في الأنتربول منذ سنة 1957 يتوفر على موقع استراتيجي يجعله يضطلع بأدوار رائدة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. فالتعاون من أجل عالم أكثر أمناً هو مناط وجود الأمن المغربي، وهو مبتغى اجتماعاتنا القادمة بمدينة مراكش سنة 2025. مراكش هي جوهرة مغربية تصدح بعبق التاريخ، تأسست في القرن 11 ميلادي عند سفح جبال الأطلس وأودية منطقة الحوز الجبلية، وتحيط بها مناظر طبيعية شديدة التنوع. مدينتها العتيقة مصنفة كتراث عالمي في سجلات اليونسكو، وماضيها التاريخي التليد يمنحها ويمنح زوارها معالم أثرية متفردة. وساحتها الشهيرة جامع الفنا هي موروث إنساني عالمي، وهي عبارة عن مسرح مفتوح يزخر بالحياة والتعايش بين الشعوب. إنها نقطة الانطلاق المثالية للتجول في المدينة القديمة والأسواق الشعبية، حيث يكتشف الزائر حرفية الصانع المغربي
ونكهات التوابل وجمالية الألوان الطبيعية. ففي هذا الملتقى الثقافي والتاريخي والحضاري تتعايش الرياضات الجميلة المختبئة في أزقة المدينة القديمة مع الفنادق التاريخية التي تحاكي في جمالها القصور الخالدة. مرحبا. مراكش برهنت ومنذ أمد طويل على قدرتها على احتضان وتنظيم الأحداث الدولية الكبرى في كنف أسمى درجات الأمان، من قبيل مهرجان الفيلم الدولي ومؤتمر الدول الأطراف حول المناخ كوب 22 سنة 2016، والاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سنة 2023. وفي العام المقبل ستسعد مراكش بشكل خاص ومعها المملكة المغربية باستضافة الدورة 93 للجمعية العامة للأنتربول. وتحضيراً لهذا الموعد تعلموا من فضلكم كلمة باللغة العربية والتي تعني ويلكم، لأنكم سوف تسمعونها كثيراً عند زيارتكم المغرب. مرحبا.